اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، حلقة تانية من اوفر تايم. اول اسبوع خلصنا الجيمات، كان في جيمات حلوة، كان في جيمات سيئة جدا للأسف. بس انا في اقول هذا الاسبوع هو انطلاقة البرنامج، يعني حيكون عنا فول سيجمنتس. صح. المشاهدين حيشوفوا كل شيء هذا الاسبوع. كيف كان اول اسبوع حسين؟ متعة متعة. أهنيكم أهنيكم ويلكم باك لأحسن دوري عربي في الشرق الأوسط وفي آسيا، نقطة على السطر. أهنيكم، يعني انتظرنا من زمان، انتظرنا نشوف الدوري اللبناني يرجع. اتمتعت متعة بشكل مو طبيعي بجمهور نادي الحكمة رقم واحد، متعوني صراحة في المباراة. واستانست لما شفت كليانثوني ايرلي وهو رايح ويا الجمهور ويعطيهم سيد. قلوب وحركات يعني. قاعد يعدل العلاقات. لا ما بعد ما احتاج عاد لك علاقات. رغم قديش during the game they chanted against him. يس. بس he took it very maturely and Aggressive back كانوا he عليه. knew that it was just Yeah. part of the game. وبس خلص الجيم طلع عند الجمهور. كانوا الجمهور بينه وبين حاله بيعرف انه ايرلي كان سبب رئيسي كتير كبير في نجاح على كل شيء الحكم. عملناه السنه الماضيه. صح 100%. فيعني انا قاعد اقول لكم شنو الهايلايتس اللي انا شفتهم اللي صدق خلتني افرح. تكنيكال الى ابن الرئيس هذه هذه اصفق صراحه الى الحكام على هالقص اللي عنده. ليك يعني انا سمعت انه مفقود من هذاك النهار. ما ادري بس انه تعطي تكنيكال ولد الرئيس يعني. يعني تحس سيد بتمر مرور الكرام كذي التكنيكال يعني. انا اشوف على المشكله علشان احصل اخبار لبنان لازم ادخل على الفيسبوك، وانا ما استخدم الفيسبوك يمكن من مادك ما انت اعتقد انت قبسين ما أنا تستخدمه ما اساسا. عندي فيسبوك. احنا البحرينيين ما نستخدم فيسبوك علشان بس تكونون في الصوره. احنا البحرينيين قليل جد نادرا نستخدم الفيسبوك. فانا الحين توني ريسنتلي قاعد اشوف الفيسبوك وقاعد اشوف انه مشبهين من هذا اللي يقول كل ما يتوقع شيء ويصير غلط. مش الحق، لا مش الحق، مو مش الحين، لا في واحد محمد عدنان. محمد عدنان اللي يتوقع حق القدم وكله يطلع غلط. فلا يا جماعه انا مو محمد عدنان، انا قلت لكم بس انه والاسبوع مع انه تشوف فيه واجد مباريات بلو اوت بس شنو مباريات فن. فانا ما بحرق عليكم الحلقه، الموضوع كله عن كميل هو يتصرف وهو راعي السفينه واحنا قاعدين ورا نشوف وين يودينا. عندك المايك كميل. حط ايدك على قلبك هيك. مستحيل. طيب نحكي. انسى. سيد هادي كيف أهلاً. كان الاسبوع؟ والله اسبوع ممتع، والله اشتقنا حق الدوري اللبناني من زمان، يعني من شهر تقريبا، من شهر 4 وشهر 5 ما شفنا دوري شغال. رجع الدوري واستمتعنا صراحة. كانت ويك حلوه، كان في ريزلتس مفاجئين صح. وكان في ريزلتس كنا بنتمنى ما نشوف هالجيمات، وكان في جيمات اللي كنا نحن ناطرينها. يعني اول جيم حسين كان الرياضي ضد تضامن حراجل. ما بعتقد في ولا اي شيء نتكلم عنه بهذا مبلى شنو؟ مبلى في شغله واحده او سوري شغلتين. انا بقول لك شو هن ايه الكيمستري بين لعيبه الرياضه. هل تاثرت في شيء ولا طيب. دقيقه اوكي خلينا نكفي الكيمستري بين لعيبه الرياضه اوكي ومستوى المتدني لاجانب نادي التضامن. زين. يصير اسالك سؤال، يصير اخذ دور تفضل. الهوست. انا متعود ان اكون هوست يعني بس انه انا بعطيك يعني بعطيك الكرسي كله. لا انا ما بدك تعطيك الكرسي، انا بالعكس مستانس. يعني اول مره اسولف فيها راحه عرفت. بس الحين سؤال اعتبرني انا الهوست اوكي تفضل. حق 30 سكندز. في واحد طلع في الحلقه اللي فاتت وقال ستوب اوفر اكزاجريتنج على موضوع الرياضي والتجانس. تاثر الكيمستري مال الرياضي؟ انت بتعتبر انه هيدا عن جد كان اختبار؟ ما عليه سؤال. هلا لحظه بس خليني اقول شغله قبل ما جمهور الرياضي يقوم علينا. يقوم عليكم. انا قلتها وبرجع بقولها ورح ضل اقولها. إيه؟ نادي الرياضي ايه احسن فريق لحد ما تشيل حدا منه. ايه نقطة على السطر. انا بتفق وياه. نقطة على السطر. اوكي. وكوتش احمد فران ريزلتس بتحكي عنه وبتحكي عن حالهم. كوتش احمد فران احسن مدرب بالدوري اللبناني. صحيح. حلو. بس تنكون على نفس الصفحة ونكون متفقين على هذا الموضوع. إحنا ولكن ايه الفريق اللي كان بوجهن يعني ما في كلام بينوصف. يعني مش مسموح انت تكون طالع لايب لحالك ما عليك حدا 2-0 ضيع. تطلع تحط لايب برا
يرجع التريلر ياخد طابه، يحط الفولو اب برا، تلاقي يرجع الرياضه ياخذوا الطابه يرجع هون يروح يحطوا سله. هذا مش باسكتبول، هذا مش درجه اولى. ولا درجه رابعه بعد. لا مش مسموح. يعني الاتحاد اللبناني عم بيعمل كل شيء كرمال نشوف بطوله حلوه، كل شيء. الحين القوانين كرمال الكل الفرق يكون عندها تشانسز، صح. كرمال الفرق اللي ما عندها بادجت تقدر تجيب لعيبه على القليل تبين بصوره حلوه. طيب انتوا باللبنانيه ضليتوا بلبنانيتكم تبع الدرجه الثانيه، فاين، فور وات ايفر ريزن، ما في لعيبه، ما في بادجت، ما في وات ايفر. طيب هالقد صعب تجيبوا بس شوي اجانب يعني على مستوى شوي اعلى تبينوا بصوره احلى؟ الاجانب جدا سيئين، يعني انا ما شفت اجانب، يعني هو في لاعبين لبنانيين احسن من هاي الاجانب 7000 مره. اجانب جدا سيئين، يعني المباراه كانت يعني مو بس من طرف واحد، يعني كنا ما في خصم قدام الرياضي كان للاسف مع الاسف يعني. بس شوف انا قاعد حاطيني عشان لا انساها. ليش كم الرياضي انا اشوفه ان هاي شيء ايجابي حق الرياضي؟ عمر سوبرا، صح نطقت الاسم ولا صح. لا؟ لان انا عمر عندي سوبرا. صعب ان انا انطق الاسامي اللبنانيه شوي. عمر سوبرا صح؟ صح. انا اشوف انه نجم قادم، وخاصه تعرف شو شفت فيه؟ شنو شفت فيه؟ اول ظهور لوائل عراقجة وقت انصاب علي محمود. تذكرت هيديك الايام، هيدي الثقة بالنفس، هيدي الجرأة على الملعب، هيدي اللي اعطوني الطابة وزيحوا انا بدي العب. قليل كتير لنلاقي لاعب ناشئ عم بفوت من البنش عنده هيدي النفسية على الملعب. صح. اخر مرة شفناها كان بوائل عراقجة. صح. وبعد شغله كميل، شوف انت قلت ان هاي المباراه يعني مستواها نتكلم واقعي، وان سايد جيم. بتشوف هذه المباراه تراويك انه ليش احنا او ليش انا كحسين علو ما بقول ما بجيب لكم هاي الراي، بس ليش انا اشوف ان احمد فران حاليا افضل مدرب يمكن في اسيا، لانه يسقل النجوم صراحه. وانا شفته ويا وال من صغر وال وياه، وعندهم نيو سايننج بعد لاعب صغير، وعندهم نيو سايننج لاعب جديد هاشم مين اللي وقع مع السنتر اللاعب المنتخب، لاعب المنتخب ستيف عساف، مصطفى عساف. مصطفى عساف. انا اعتقد ان اللي قاعد يسوي الرياضي انه قاعد يهيئ فريق جديد او بن جديد يكون موجود. كمان اوريدي ان نيغوشيشنز مع يوسف خياط للسنه الجايه. يوسف خياط اذا رجع من الان سي دبل اي، اذا في بعتقد هيدا اخر سنه له بالكولج او عنده السنه الجايه اخر سنه، بس ما عم بيلعب لحين في ميشيغان. هيز نوت بلاينج. لا هي موفد بس هيز نوت بلاينج. سو اي ثينك اتس بيتر فور هيم تو كم يعني صراحه. بس شوف اذا تشوف يعني لحد الحين اذا خياط ما دخل على الدرافت، اوكي اعتقد 100% دام انه هو قضى 3 سنوات هناك في الان سي دبل اي، 100% راح يشيك حظه ويا الدرافت، سواء صارت ولا سواء ما صارت. انزين انا اشوف ان المكان الصحيح بالنسبه لي انه تحت مظله الرياضي. مو اقول هالكلام كاي شيء ثاني، بس انا الديفلوبمنت اللي اشوف الرياضي يمكن ما اشوف اغلب الفرق. يمكن انت اكثر كميل تصحح لي هاي الاشياء بحكم ان انا مو موجود في لبنان. ليك هنا في فريقين معروفين عندهم اكاديميز وبيطلعوا لعيبه، لان الرياضه وهوبس. صح. كريم زينون هوبس. امير سعود راح اعاره من الرياضه على هوبس، عمل البريك اوت سيزون تبعه ورجع حلو على الرياضه وغلب الرياضي بعد، ومن وقتها ما فل من الرياضه. وعندك كتير لعيبه كمان طلعت من هوبس. هلا اذا بدنا نبلش نسمي علي منصور وكتير لعيبه ما راح نخلص يعني معروفين. اوكي سو هلا عم نشوف اكاديميز جداد، مثلا سيك ويك طالع من ان اس اي. اوكي برينرز اكاديمي عم بيطلعوا لعيبه، ما حنقعد نسمي كل الاكاديميز بس يعني ذا اولدست ان ذا بزنس عم يحكي حسين هن الرياضه وهوبس. سو يس اي اجري، ولكن I don't agree انه يضل بلبنان. شوف انا يجي سنة سنتين يعمل اسم يعمل ضجة ويطلع يوروب. مثل وين يعني؟ مثلا تشاينا يوروب. شوف انا بقول لك كميل، انا اتم اقولها ما ادري قلتها في هالبرنامج او يوم اللي نطلع وياكم ولا قلتها في البرنامج اللي ويا ريان، مو متاكد في الضبط. حاليا اي حد يبي يحصل الماستر كي كعبور الى الدوريات الاوروبيه او الدوريات الاسيويه او الدوريات العالميه، هي بتكون من خلال لبنان. صح. السبب الاول لبنان انا اشوفها يمكن افضل فريق في اسيا. انزين انا استراليا ما احسبها من اسيا لانه انزين افضل فريق في اسيا. انزين لبنان
افضل دوري في اسيا. 3 لبنان بحكم وجود الرياضي بيروت الحكمه، انا ما بنقص من باقي الفرق. الناس اللي تشوفهم يلعبون في وصل، يعني ابسط مثال ديوبريث ريث ولا روث ريث. ديوبريث موجود في الرياضي، راح وقع على بورتلاند. النبي اي 2 واي كونتراكت في البدايه، لا، وصار الحين كونفرتد إيه. الى فول جارانتيد كونتراكت 2 years 2 years. ثون ميكر بعد ما حصلت كان اللي- يوزلس في الان بي، مو يوزلس، خلينا نقول بعد ما فقد الامل، خلينا نقول بعد طلعته من الان بي اي دخل في الرياضي، صار بيج قبل ما يدخل اكسبوجر. بالرياضه شفناه مع الفريق الكويتي بيوصل ما كان نفع. سيء سيء. جداً. جدا سيء. هو يعني صح. وقت اجى على الرياضه، وبتذكر انه انا كنت حاضره قبل بفتره مع الكويتي، فكرت بيني وبين حالي انه شو عم بيعملوا الرياضه. مو ثون ميكر اللي نعرفه، مو ثون لا. اللي يعني شيء كومبليتلي غير. يعني انت انا بقول لك شيء تتخيلها، تخيل العكس، تخيل ثون ميكر الموسم اللي فات لعب مع الرياضي، هذا الموسم لعب مع الكويتي، بتقول له هاي مو ثون ميكر الرياضي. جدا غير يعني. جدا غير. إيه، كنا لاعب ثاني. فنقطتي هني ان اليوم حتى يعني يمكن ما اخفي عليكم، يمكن تدرون ان انا واجد اتكلم ويا اجانب من هالكلام. سهل جدا ان انت تقنع اجنبي يلعب مع الرياضي، زين اسهل من باقي الفرق، او يعني ما اتكلم بصفه الرياضي، يعني اتكلم اي فريق يشارك في وصل الاجنبي حاليا يدور انه International exposure. يلعب مع فريق في وصل بحكم بطل النسخه الاولى. سوري ما باخذ واجد من تربح هالموضوع. وصل، تطلع على البي سي ال وتطلع تخلص على ال BCL. الانتركونتيننتال. فاول فائز فيها كان نادي المنامه الزعيم البحريني، ثاني فائز فيها نادي الرياضي وزعيم اسيا يمكن. فهاي ثالث فائز الفريقين فيها الحكمه اللبناني. ان شاء الله. هذه تصل على مصطفى الاغا، ما ادري اذا لحد الحين برنامجه شغال، One حلم position او away دريم. سيد. طرش له مسج قل له مو حلم انت بين قوسين اصلا الحكمة. جمهور الحكمه ناطر منك اعتذار. جمهور الحكمه عطاهم في ناطر منك البداية. اعتذار. لا. هلا انا منه وعلي، انا بعتذر. تنبأت الحكمه تخسر فرق 4، بس انا ما كنت عارف حنجيب اجنبي. انا كنت عارف انه معروض اجنبي على الكوتش ورفضوا، زين لانه ما بده يجيبوا شهر. نادي الحكمه وبعدين صار الديل مع رضوان على 10 ايام، هلا رح يبقى معنا رضوان على شهر كامل. جميل. انت حتى لو ما في اجنبي تعتقد ان في منافسه بين السنترال بس انت شفت رضوان قد ايش شال؟ اكيد. بس انا حتى بدون رضوان انا طيب. اشوف الحكمه يفوز. انا على غزير انا بعد. ما راح اقول لك النقاط اللي حطها رضوان. شيل النقاط اللي حطها رضوان. 22. البدايه اللي عطت الثقه لك باقي الفريق اللي بلشها 4 رضوان. اوت اوف 4 4 out of رضوان 4. من 3 بوينت. الجمهور الولع وقت شاف رضوان 4 اوت اوف 4 اول كورتر. صح. خلص يعني هيدا الشيء اللي عمله رضوان Big باول 10 factor. دقائق. ما انكر عطى دايركشن الجيم. ما انكر انه هو بيج أنا- فاكتور، بس انا اشوف حتى بدون رضوان الحكمه بس ما كانت حتكون هالقد سهلة. اكيد الحكمه اقرب لانه للفوز. كمان رضوان حطه بفاول ترابل لايرلي. هذا شيء كتير مهم. صحيح. بس شوف انا بعدل لك، مو في اول كوارتر، انا بقول لك في اول دقيقتين 3 دقائق رضوان شايل الحكمه على ظهره ولا كره، بس سويتش نت 4 وحدات صح. نت يعني تخيل انت ايرلي بوجهك حط هول الاربع 3 بوينتس اول كوارتر، وانت ما قدرت توازيه بنصهم اتليست. كان الضغط قلب على بتظل الحكمه. طول المباراه لو حق السنترال. Exactly. وخاصة ان بداية المباراة كان 3 بوينت من رضوان 3 بوينت من ايرلي 3 بوينت من رضوان 3 بوينت من ايرلي 3 بوينت من رضوان. ايرلي تعب ما 3 ما سجلها. بس انت قلت لي ان الجمهور الحكمة ينتظر منه اعتذار. اول جمهور الحكمة على عيني وراسي، انا ما عندي اي مشكلة ويا الحكمة. انا مجرد اني طالع هني محاسب ان اقول غير محاسب ان انا اقول كلمة الحق لا غيرها. فانا في الحلقة اللي فاتت شنو قلت ان الرياضي حاسم الدوري. انا اعتذر جماعة، الدوري ما انحسم لان المركز الثاني والثالث والرابع لحد الحين مو محسوم. الاول الرياضي. تفضل. ما بدي اقطع على خير. ما بدي اقطع على خير. طيب يلا اول جيم رياضه خلصنا منه. ثاني جيم انترانيك انتوناين. كان جيم جميل صحيح. متقارب. سكويك يعني عن جد بيكبر قلبك بس تشوف هيك لعيب صغير. يعني عن جد تعال شوف قصته لسكويك. كان بNSA بدهم يجيبوا الحكمه، صار في مشاكل على الكونترا على الريليز. اوكي. دخل الاتحاد، اجى على الحكمه، لعب سنه، ثاني سنه قعد على البنش، ثالث سنه كمان رجع راح لون. ومن اول جيم له باللون هلا هو سكويك هو لعيب للحكمه. 1 1 يير. سو راح لون اول جيم له باللون
بوم 20 points 7 rebounds 8 assists 7 steals انا بحط game. تحط 2 لاينز على 7 ستيلز. بيج جيم. exactly 7 ستيلز ترى لا انا مو مو انا انا بالنسبه لي هذا الرقم ما راح ينكسر السنه بطوله لبنان وبنرجع بنسكر بعض. انا ما بتكلم عنه. واذا حدا كسره هو السكويك. بقول لك انا ما بتكلم عن 7 ستيل. سيد هادي هو لاعب يا جماعه. سيد هادي يسمونه في البحرين كابتن ريان محمود يسميه هادي 3 بوينت. في مباراه واحده سجل 11 3 بوينت ورا بعض. فبيك شوت اوت سيد. 7 ستيل انا اشوف هذا رقم صعب. احنا نشوف هاي احنا الارقام. هاي يعني في الاحصائيات عندنا في البحرين ما هاي عندنا يعني 7 ستيلز هو الاول تايم ريكورد في البحرين. مو طبيعي الرقم. ايه مو طبيعي. هاي الرقم اللي في البحرين عندنا اياه حق لاعب بحريني ولا عباس البصري. عباس البصري؟ ايه اوه كل حلقه لازم نجي اسمه عباس. عباس البصري. هلا صراحه اللي كان مفاجئ بهذا الجيم شوي اداء اجانب الانطونيه. it was a disappointment شوي. كيرفن روتش يعني اي متى شفناه بالحكمه من مش من السنه الماضيه اللي قبلها 2 years 3 years this يعني 2 years not the year back the 2 year years. before 2 years. so this is the third year Yes. يعني سنه اثنين هالثالثه. يس ما اشتغل على الفري ثرو تبعه. ما حس انه الفري ثرو اداء تبعه جدا لازم غريب تحسن. من روتش يعني لا فري ثرو ولا اوبن شوتس على 3 بوينتس. طب اداء حتى كيفن ميرفي ما ظهر بالاداء المطلوب يعني. اداء جدا غريب كان. شوف في ترى مشكله عوده ان تشوف كيروين روتش 14 بوينتس اوكي واحد وتشوف المحترف الثاني اللي هو لانشر ميغيل مارتينيز. ميغيل از البوينت جارد اللبناني. البوينت جارد عندك ميرفي وميرفي ولانشر جين لونشر اعتقد يعني ذا سنتر. اوكي ذا سنتر عمل شغله بس نوت ريلي. بس كميل انت لما تجيب محترف شوف احنا لما نتكلم يعني لما اقول بنجيب محترف ما بتكلم لك كرياضي حكمه بيروت. ما بتكلم عن الفرق لان هذين مساله مختلفه. بس لما انت الفرق اللي تحت مثلا نقول ان انت لما تجيب محترف معناته ان تحتاج المحترف يعطيك more than 20 points per game. يعتمد على البوزيشن ماله بعد يعني. ما او انه هو نمبر 2 او نمبر 3 بس تحتاج السيد انه يعطيك على الاقل 20 بوينتس علشان يا اخي يسهل شيل البوينتس اعطيه افشنسي على الملعب. ما في افشنسي ما في شيء يعني. تشوف كيروين روتش كم 7 تيرن اوفر. اعتقد سايننج الانتوني حق روتش كان كاسمه يعني. الانطونيه حد ميرفي بدهم بوينت جارد 100%. انا هذا رايي 100% وروتش مو بوينت جارد ولا قريب من البوينت جارد. وانا براين منصور استغربت ما شف يعني السنه الماضيه كان في اتكال عليه اكثر من السنه حسب ما بين اول جيم. يعني براين منصور لعب 18 دقيقه السنه قبل كان يلعب 27 28 دقيقه وكان عم بيعطي بسبب روتش ترى. اعتقد انه هو انه صاير الباك كورت مالهم انه ميرفي وروتش. ايه بس انت اذا جبت بوينت جارد ولعبت بوبو على التو بوبو از جريت شوتر. يعني انت مع بوبو وميرفي عندك هذا اللعيب اللي بيضل جاهز على 3 بوينتس اللي هو بوبو. هيز ا فيري جود شوتر براين منصور. يس انا السنه الماضيه بس شفته كيف عم بيشوت انا شفت قلت انه finally we might have someone as a sharp shooter as امير سعود. يس his release is beautiful. شفته في منتخب لبنان الانترناشونال تورنمنت كان جدا يعني. استغربت صراحه يعني 18 minutes only لبوبو 21 لميغال considering Miguel is 37 36 38 something like this and Bobo is young so I don't know I think بنشوف changes. لازم لازم يشوفون شوي محترفين. انا بهذا الجيم غير رودي حاج موسى في كريسويل اجنبي الانترانيك he had 25 and 8 and he shot 9 from 17 which is a good more than 50%. وهون انا بعطي الكريدت الكتير كبير لكوتش جورج عقيقي كوتش الانترانيك. هي ليميتد انطونيه بالاجانب اللي معروفين انه هن المفروض يكونوا سكوررز تو 72 بوينتس. فرض هيز تيمبو باخر كوارتر وحسم الجيم بشكل رائع. very well done from كوتش جورج عقيقي صراحه. and year after year is proving انه عن جد محله بالدرجه الاولى and I would love to see him having a shot with a contending team. بس شوف حق الانترونيه وسوري عم بقطعك تفضل. بس منا صدفه كان اسيستنت كوتش بالحكمه وبالرياضه. اكيد انت لما تتكلم عن هاي الانديه الكبار اكيد راح تشوف هاي الاوتكم منها. بس انا عندي نقطه هني ان
صق الانتروني غلبوا مباراه صعبه خلينا نقول بحكم انها كانت كلوز جيم، ولكن انت ما تقدر تفوز بباقي المباريات في الدوري اذا انت بتسجل فقط 4 ثلاثيات طول المباراه بافرج 1 3 بوينت بير جيم، 1 3 بوينت سوري Point بير quarter. كوارتر. فصق سوري كم؟ اي 4 3 بوينت. فصعبه جدا ان انت تجار الفرق اللي عندها تيمبو، خاصه بعض الفرق اليوم تشوفها تطلع من الفاست بريك تاخذ ديفنسيف ريباوند، تطلع الفاست بريك تصوب 3 بوينت. فصق مستوى كبير من الانترونيه، بس اعتقد انه لازم يشوفون حلين. الحل الاول حق الفور بوينتس اتمتس، ياخذون الفور بوينتس اتمتس اكثر، 3 بوينتس اتمتس ياخذون اكثر لان لحد الحين الفور اتمتس، وياخذون سكند شانس تقريبا في هالمباراه معدوم، مع ان الفريق شايل 10 اوفنسيف ريباوند سجل من خلالها فقط 4 نقاط من السكند شانس، بحكم الفريق الثاني سجل 12 نقطه. بس كمان كريدت كتير كبير لدفاع الانترانيك اللي جبر انطونيا على 22 تيرن الجيم كان جدا سلو يعني، بس 22 تيرن اوفرز منه رقم صغير. والتمب اي جدا 18 ستيلز لانترانيك منه رقم صغير. هاي من اللي ما لهم بوينت جارد. شيل سكويك على جنب، شيل السبعه تبع سكويك، عندك 11. ما عندك بوينت جارد. هاي مشكله بوينت جارد، يعني هاي البوينت جارد يحل جزء كبير من هاي المشكله. لانه البوينت جارد هو اللي يفرض ايقاع اللعب، هو اللي يفرض التيمبو في البدايه. حكمه سنترال كنا نحن منقينا الجيم اوف ذا ويك، صح. وكانت المواجهه بين زاك وايرلي، وانا بالنسبه لي فينا نقول ويلكم باك لزاك. زاك غير زاك مو بطوله دبي هذا. هذا اول مره بشوف زاك مع يمكن غزير حركه شوي. يمكن الجمهور يعني تشوف انت كميل حطيت لي كومنت على الفيديو اللي انا حطيته حق النشيد جمهور الحكمه. شنو قلت لي انت جوس بامس يعطيك، انت قاعد في وين؟ قاعد في البحرين، قاعد طالعها في التلفزيون، ما بالك اللاعبين اللي قاعدين في نص الملعب صح. ويسمعوا النشيد. هذا تيرن اون حق اي لاعب موجود في الملعب. فمستحيل اي لاعب الا اللاعب اللي فيه مشكله في مخه انزين الا ما يتقشعر وما يدش فيلينج في هذا الجيم. ف زاك لوفتون انا اعتقد ما حصل الاثاره المطلوبه في بطوله دبي، كان مصاب بعد، وكان مصاب صح. ايه كان مصاب. وبعد انا بعد ليش زاك ما بلومه زياده، لان زاك لما جاي يلعب في البحرين كان مو قاعد يلعب، كان يلعب وهو واقف بصراحه. ف انت تشوف تعتقد ان البريبريشن كان ماله مو سلو مو يعني تشوف انت البريبريشن، انت تدري ان انت جاي البحرين حق تعد نفسك يعني، حق تمبرري كونتراكت، حق البيجر جول مالك وتشز ان انت تروح الدوري اللبناني صح. تروح عقبها بطوله. يعني انت قبل لا تروح المحرق انت كنت في بطوله الوحده في الامارات، بس ما فيها بطوله يعني. وديه. جيت الدوري البحريني انت تدري انه بتجي هني على تمبرري كونتراكت وبتمشي تروح انت بطوله دبي، صح؟ لا بطوله دبي لا صح. بطوله دبي وتروح عادي. وكان في مشاكل بين يعني صارت سالفه تبديل التدريب، وهذا مشكله ثانيه. بس لما انت دخلت الدوري اللبناني هني هو عرف الاجواء الدوري اللبناني. انا اشوف ويلكم باك زاك، وخاصه انه 20 بوينتس 6 ريباوندز 9 اسيستس، جريت نمبر، جريت ايفورتس. هو ماخذ مسؤوليه صناعه اللعب حتى من بطوله الوحده، يعني قاعد نشوفه غير عن ذكرني بالش اسمه الفريق اللي كان فيه في لبنان دينامو، غير عن دينامو واجد غير. قاعد يعني الشوت الاتمس اللي ياخذها واجد اقل، وصناعه اللعب زادت صح، فصاير واجد افيشنت في اخر مباراه. بس شوف انا هني بعد بعطي بيك سالوت حق عمر جمال الدين، صح. قدم جيم صراحه يعني انا اشوف ان هذا الجيم ما بقول عنه جيم استثنائي، انا اشوف انه هاي نقطه الانطلاقه حق عمر جمال الدين هذا الموسم. انا بشوف انه عمر جمال الدين كان معه 22 بوينتس، 8 from 12 shooting 3 from 5 عن 3 points. بوبو had 17 points 3 from 7 on 3 6 from 10 shooting. انا بشوف انه اذا هول اللاعبين اكيد مع 5 rebounds each، اذا هول اللاعبين كفوا بهذا المستوى هيدا حتكون نقطه قوه عن نادي الحكمه. هيدا وبعد نقطه ضعف نادي الحكمه جيرار حديديان بعد ما فاد بالجو. يعني جيرارد احنا كنا يعني في بطوله الوحده خاصه جيرارد شفنا جيرارد شيء ثاني. انا اليوم اللي شفت المباراه كامله انا اشوف جيرارد ولا كانه موجود في الملعب، بتحسه بعد ما فاد بالجو مو موجود. يعني تشوف جيرارد عقده جميل، انا ما بدش مرحله الارزاق، يعني عقده جدا عالي اوكي. فانت لما تحصل عقد جدا عالي مع كامل احترام الكابتن جيرارد، يعني انت على العين والراس بالعكس، بس انا قاعد اقول لك هالكلام من محب الى شخصك مو الى شخص ضدك. احنا نتوقع جيرارد
يطلع بمستوى اكثر من هاي المستوى اللي طلع 11 دقيقه لعب فيها 9 نقاط بس يعني. لا بس المنتس هي شورت منتس بس يعني. هي المشكله انه لعب 11 دقيقه بس. ايه هاي المشكله. بس سيد جيرارد مبين عليه انه انا اشوف ان المدرب بعد مو مقتنع كامل الاقتناع بجرار. ما يصير ما يقتنع فيه. خلاص الحين احنا طفنا مرحله ان انت مو الانبياء ان انت اللاعب مو مقتنع فيه بتسوي له تريد عقب باكر بتقول له يلا روح لك دور لك فريق. هذا اللاعب عندك وعندك بطوله وصل الشهر شهر 4 فلازم من اليوم انت تسوي لك سوبر تيم في الفريق بحيث لما تدش بطوله وصل انزين يكون عندك فول روتيشن. انت ما بتقدر تلعب في وصل 5 مان روتيشن ولا 6 مان روتيشن. صحيح. فانا اشوف جيرارد لازم هي ستيب اب ولازم يحصل يعني منتس ازيد بعد. هاي من الصوبين اتس إيه. تو واي كوميونيكيشن. يعني ما يصير تعطيه 9 منتس تقول له سجل لي 20 نقطه. ما يصير. ما يصير. نفس الشيء اللي عام جاد الحاج زين مع ايرلي من ريستريكتد منت يدخله من البنش الين ما ايرلي ثبت روحه لجاد وقامت زادت المنت شوي شوي صح. كلي أنتوني كان المحترف الثالث في الحكمه صح يعني اذا انا غلطان بس عقب صار شنو صار المحترف الثاني في الحكمه. فنفس الحال اللوكل ثم اللوكل ثم اللوكل. انا اشوف شيء اللوكل ثم اللوكل ثم اللوكل ثم المحترفين. اذا اللوكل مالك اوف زين ليش ليش ما نروح الصوب الثاني سوري كمين ليش ما نروح الصوب الثاني ايرلي 32 بوينتس زين وجيرمي تايلر اللي قلت لكم عنه هاي مو محترف انا مو مقتنع فيه 11 بوينتس زين وين باقي اللوكل مو موجودين. فانت شلون بتفوز المباراه اذا ما عندك لوكل. شوف المباراه يمكن هاي مو مقياس بس انت تحتاج اللوكل مالك دي ستيب اب في هذا النوع من المباريات. ليش انا اقول لك مباراه الرياض مهمه للاعبين لأن طلعت خلاص اللاعبين شافوا الكيمستري هاي they have to keep it going. الحكمة لحد الحين مستوى الحكمة مو مقتنع منه إنزين ولازم الجمهور أصلا ما يقتنع بمستوى الحكمة. لازم اللوكلز الباقي they step up. نقطة على السطر. هلا انا في 3 لعيبه بدي احكي عنه. اول شيء جو ابي خرس حلو مستوى رائع. he's fighting he's playing his heart out وعم نشوف مستوى له شيء يعني صراحة بتطمن انه عندك هيك لعيب معك بالفريق. واحد. 2 مالكم توماس شوي عم بيفوت بالجو شوي عم بيعطي المطلوب منه ولكن قبل ما انت تحكي مش اللي نادي الحكمة ناطره. صحيح. ولكن عنا جيم ضد هوبس بيرجع عنا بريك ومن بعد البريك اول جيم عنا اياه بعد البريك عم بيكون جيم منه سهل ضد الانطونيه. فوين ضد الانطونيه انطونين فوين بغزير حكمة عنا لحديت راوند 4 لنلعب ضد الماريست. انا بظن يا قبل الجيم انطونيه يا قبل جيم الماريست. الحين هاي فرصه البريك فرصه ترى يغيرون المحترفين صح. بس في شغله انا كتير حبيتها بمالكم توماس انه هيز ا تيم بلاير هي فايندز هيز تيم ميتس فيري ويل. هلا اللي انا عن جد I'm very disappointed disappointed قد ما انا بحبه لهذا اللعيب وعلى قد ما بشوف فيه potential وعلى قد ما بشوف انه هو من ايده عم بيهدر هذا البوتنشل. واحمد ابراهيم مش موجود. انا انتظر منك هالكلمه دي. كم لاعب احمد ابراهيم؟ 24 دقيقه 24 دقيقه شنو الافرق؟ 0 نقط 0. 3 اتمبتس. ليش قلت لك اللوكل ثم اللوكل ثم اللوكل؟ انت بتوصل لستيج قدام بتندم على كل مباراه انت لعبت فيها بمستوى قليل. السبب اذا انت you don't keep it going بيصير عندك lack of trust في yourself صح. في البيج مومنتوم جيمز. واذا صارت في هذه ما تبى تصيرك في ليت مومنتس قدام لما توصل بعيد تقول اوه. مش هيك انا قلت لك بتمنى كل الخسارات نتلقاها بدبي لنرجع بطولة لبنان عارفين وين نقطة ضعفنا. صح. انتم ما تحسون في شيء مشكلة بين زورس وبعض اللاعبين؟ هذا عند كميل. انا هول الامور ما بفوت فيهم. هذا عند كميل. ما تحسون يقدر يفوت فيهم. احمد ابراهيم فوت فيهم. لان اذا ما بتفوت فيهم زين انت ما عندك غيره على النادي. انا ما عندي غيره على النادي. اذا انت ما بتفوت فيه انت ما عندك غيره. فوت فيهم. انا لانه عندي غيره على النادي فانت ما تبي تطلعها من العالم. لك انه ما في مشاكل والامور تمام. تاكد. وكوتش زورس بيعرف شو عم بيعمل. تاكد. وجان عبد النور بيعرف شو عم بيعمل. أكيد. وهيدا رساله بحب اوجهها لهول الكم حدا على السوشيال ميديا. واذا في مشكله احنا نتمنى تنحل في اقرب وقت. ما في مشكله. في عندك كم حدا هيك على السوشيال ميديا قرروا يتحركوا ضد جان عبد النور فور اني ريزن هن بيعرفوا شو السبب.
بحب طمنه انه جا عبد النور باقي بنادي الحكمه ومكمل بمهامه وبلش يعمل بلان للسنه الجاي والامور تمام. جود. اوكي جود. بيروت هوبس بيروت هوبس جيم كنا حنشوف فيه المفاجاه على it was one possession away. يس. فرق نقطتين ربحوا بيروت. فيري نايس جيم. سيرجيو درويش هاتس اوف. علي حيدر اوكي. الباقي كوارث. من الباقي لحظه تتكلمني عن حطني يعني. من الباقي حدد لي إيه. علي ثلاث مزهر. اجانب. 3 اجانب مو موجودين. اوكي علي مزر علي عمل مزهر. هيز رول از ا بلاي ميكر. صح. منه موجود بالسكورينج. صح. هو من زمان كذي يعني. مارك خوري 17 minutes 2 points 1 rebound. 2 points 1 rebound 17 كم minutes. 17 minutes. علي محمود 14 minutes 0 points. So بيروت احنا قلنا هو صح بطل بطولة دبي ونبارك حق الكابتن جاد ونادي بيروت، بس اذا نادي بيروت يطمح حق المنافسة لازم يغير المحترفين. لازم يغير المحترفين، ما يصير هاي محترفين نادي بيروت، لان اذا هذول محترفين نادي بيروت في خطر عليهم يصيرون رابع او حتى خامس في الدوري. شنو قلنا قبل؟ نفس الكلام قاعدين نعيده ونعيده، بس اللهم شنو حسيت انا ترى قعدت بيني وبين نفسي انه عقب ما فازوا بطولة دبي قلت لا ما يصير توين فارمر ويا شو اسمه الثاني ريكيليدو شي ريكيليدو. يطلع مستواهم. لا في شيء غلط. بس الحين حتى أنا البيج مالهم مو زين. رديت ارتحت. اوكي ان 3 محترفين هم سيئين. لولا اللوكل اللي موجودين في نادي بيروت ما بيوصل. سيرجيو علي حيدر احسن من محترفين بمراحل. سيرجيو يمكن افضل لاعب يمكن انا اعطيه في هالجوله. يمكن انا اعطيه احسن لاعب في هالجوله. حطينا لاعب لبناني لاعب لبناني. بينه وبين سيكويك. سكويك. لانه both of them كان سكويك. عندهم الامباكت الاكبر على انه فريقهم يربح. سكويك. هلا نحن مبسوطين بسيكويك اكثر لانه لاعب ناشئ واول مره بنشوف انه هيك بيرفورمانس وكل شيء، بس سيرجيو درويش الستات حمل فريق على كتافه. 100% منا سهلة. اتفق وانت وياك. عندك مقابلك بهوبس عندك اي جي انجلش حاطط 6 3 بوينتس 24 نقطه. ديكامبي ديكسون 27 بوينتس. جامارك جاروج حاطط 13 نقطه. الاجنبي الثالث غايب منه موجود. اوكي جاب 11 نقطه 11 ريباوند بس ما عنده هذا البريزنس اللي ما يخوف. لازم يكون عندك اياه. سو it was a very good game لسيرجيو and انا for me he got the win. افضل لاعب في الجوله. انا عندي لا افضل لاعب بالجوله هلا بنوصل له. شوف انا قبل ان اوصل لافضل لاعب في الجوله انا بعطيك اياه. انا اشوف افضل لاعب في الجوله سيرجيو وبسبب ان المحترفين ما كانوا موجودين. المباراه كانت كلوز جيم نيك تو نيك وهو شايل الفريق على ظهره. فانا اشوف سيرجيو. بس بتشوف الفرق ار فيري راستي بعدها يعني 20 للحين. تيرن اوفرز 22 تيرن اوفرز 25 ما تيرن تقدر اوفرز بير تلومهم. تيم. ما تقدر تلومهم الا لبنان بتحس مرت فيه بده كثير وقت. اي الا لبنان مرت فيه شيء مو سهل. طيب هومنت من ميروبا انت من ميروبا. المفاجأة الكبرى لهذا الأسبوع. لا ما فيك تقول لي مش مفاجأة. مو مفاجأة. لا ما فيك تقول لي مش مفاجأة. جوردن ستيفنز اللي هن عملوا له طنة ورنة. وعندك أكسل توباني اللي كمان NBA champion يلا ويواتقلوك. لا طيب يوتقلك بعد ضجة سووا عليه. اوكي ليش خسروا هومنتمن برأيك؟ أنا حاترك رأيي بهذا الموضوع لآخر شيء. لعب عشوائي كان يعني جدا عشوائي. الكورة كانت عند جوردن ستيفنز يعني شو اقول لك تراب جوردن ستيفنز عقب يلعب اي كلام. هاي خطة الدفاع الميروبة كانت تراب جوردن ستيفنز من عقبها ما في اوفنس ما في اوفنس. تشوف اللعب عشوائي يصير واذا الكرة عند جوردن ستيفنز 1 1 ايزوليشن. انسى تطلع الكرم. ايزوليشن ما في لعب. انسى تطلع الكرم. المفروض سيد جواب يكون شيء اسهل بدون تحليل. ما تطلع لك. بس المشكله الحين الجمهور اللبناني ما يشوف النادي الاهلي. شفت الكنترولر مال البلاي ستيشن ايه. شلون اللي تلعب باس اكس ما تشتغل عنده. هاي ما تشتغل مو موجوده. مو موجوده. ايه مو موجوده. ابسطها عليكم يا جماعه. من بعد ما مشى جوردن ستيفنز من النادي الاهلي البحريني قام النادي قاعد يحقق انتصارات متتاليه. فهذا بس اذا انتم ما تطالعون الدوري البحريني النادي اللي كان يدرب فيه جال الحاج. من بعد ما مشى جوردن ستيفنز النادي قاعد يحقق سلسله لاعب انتصارات. ممتع ترى. سوى هايلايت بعد في المباراه. يسوي هايلايت. يسوي هايلايت. بدك أقول لك ليش خسروا هومنتمن؟ ليش؟ دفاع سيء جدا اكيد. أول شيء. ثاني شيء كاستيو عم بيسرح ويمرح 9 من 12 على 3 بوينتس 17 من 23 يعني ليك قديش كان مرتاح
17 من 23 فيلد جول، كان مرتاح، هيد 3 بوينت 9 اوف كان 12. مرتاح. 48 نقطة. سام دانيال 26 نقطة. اوكي سو هذا سبب. تاني سبب اللي هم من لعبوا بست لعيبة كل الجيم، الستارتنج 5 وباسل حرفوش. جيسون سوفان فات 3 دقايق، فيك تحسب اذا بدك يلا 7 لعيبة 6 لعيبة كل الجيم. ما تقدر بس ما عندهم بعدك ما اول عندهم سيزون depth يعني. شو تارك لبعدين. ما عندهم ما depth. تقدر ما عندهم تمشي. depth. ما تقدر تمشي في الدوري. هيدا الشيء اللي حكيناه قبل ما تبلش سيريز سيزون سوري. You have to have a bench. It's not enough to get 3 super imports with That's 2 it. Lebanese إيه، starters مو ما يكون كفاية. عندك حدا برا. اكيد مو كفاية. إصابة واحدة أنت رحت برا كل السنة خلاص. صح. أكسل توباني 5 from 14 بس شنو الحل عندك في هاي الحاله؟ يقدرون يوقعون يا لاعبين لوكلز الحين؟ ما يقدرون. ما بقى فيه. ما في حل. فالحل الحين عشان يتداركون الامور الحل انك يغيرون تصعد اللعيبه الامبورت. اللي عندك اياها. اي يغيرون الامبورتس، ما في حل ثاني. يعني كمان يعني انا في لقطه استفزتني كتير 3 on 1 على الفاست بريك. جوردن ستيفنز قرر يوقف شو يشوت 3 بوينت يس. لغايه ما 3 على 1. بقول لك احنا احنا في الدوري البحريني توقعنا لو تخلي اي واحد من جمهور الاهلي يطالع جوردن ستيفنز بيتوقعها. اي عادي عادي. بيوقف ويمدي بعد لو بيروح على الفري ثرو بياخذها ستيب باك بيسويها عادي. غريب عادي. هو ستايله. وعلى فكره هيدا الديسيجن اللي اخذها لو الريزلت تبع هيدا البوسيشن كان غير، هيدا كان باخر كوارتر. لو هيدا الهجمه جابوا فيها نقطتين كان قلب الجيم. مومنتم يصير يس. كان قلب الجيم. كان الجيم فيه حكي تاني. انا مو منصدم من اللي تقوله، ما ادري ليش انت حارق دمه. كان على لا مش قصه حرق دمي بس اعتقد كان 8 بوينت يعني شيء عن جد تستغرب انه لعيب اجنبي يطلع منه هيك. كمين اسال اي واحد من جمهور الاهلي بيعطيك تبي تفصيل ممل تبي تفصيل نسال كوتش جاد مختصر. الحج. كوتش جاد الحاج تقدر تساله. كوتش جاد الحج حيكون عندنا بالبحرين الاسبوع الجاي. اي واتمنى له كل التوفيق. وانا من هون قبل ما إيه؟ اتمنى له كل التوفيق لا اتمنى له كل التوفيق. تي ليش؟ لانه راح يلعب المنتخب اللبناني يا حبيبي. واتمنى له كل التوفيق. اتمنى له التوفيق واتمنى له اللي بدك اياه. الفرق 30 نقطه راح ان يكون شاء الله موجود. يفوز بعد عادي. حق مين؟ طيب خلص ها شوف حتى انا من هون بدعي كوتش جاد بالحلقه بالاسبوع اللي بيكون فيها هون يكون ضيفنا بالحلقه. يلا كوتش جاد انا مالي كوتش يخص. ناطرينك. انا ما بكون موجود كوتش جاد وكوتش فيكتور. بس نحتاج الحين مالتي لانجوج يعني واحد لا. فيكتور يحكي بيحكي عربي. عربي احسن مني ومنك. صح. عندي بس بيحكي بحراني احسن مني ومنك. انا ما بحكي بحراني. يمكن علموه لا. يمكن على يمدي. ويا ناس شو اسمه. اخر جيم بهذا الويك ماريس ضد ان اس اي. بلشوا ان اس اي فيري جود. ماريس اكشلي بلشوا فيري باد. ذاتس واي ان اس اي لوكت جود. بعدين ماريس ترجلجوا وانتهى الجيم مثل ما لازم ينتهي. ان اس اي شين ريكتر جود جيم 23 بوينتس 7 ريباوندز. جوشوا كالدويل جود افريج جيم. لعب عندنا في البحرين. تو ماني اتمتس. انا عجبني كوتش بار. اسمه كوتش بار الاجنبي. 18 points 14 rebounds. Quite efficiency of 34 يعني. good import. He's a good import. بس كمان ما عندهم البنانية اللي فيك تتكل عليها يعني للأسف. لو إذا بغيروا الأجنبي جوشوا كالدويل كان عندنا اللاعب في He's good. بس يا يرجلج يعني 20 اتمت لحالك كل الجيم ومعك لعيبه مثل هول يعني مثل ريكتر ومثل هذا السنتر تحت السله في يخلص تحت السله 20 اتمت تحط منهم 8 و7. لا كفايه. سو هون كمان الكوتش هي ريزايند باي ذا واي. كوتش جورج خوري هي ريزايند بعد اول جيم فور بيرسونال ريزونز. والله صار شكله عندكم ترند الحين في لبنان. كل من يطلع بيرسونال ريزونز. والملفت انه شانفيل ماريس عفوا ما بعرف شانفيل ماريس ليش السؤال دي ليش غيروا الاسم؟ صار عندهم شيء بالمدرسه انفصلت المدرسه عن النادي وما بعرف قصه طويله. بس انا شانفيل انا شانفيل يعني نحن ربينا على شانفيل انا ما اعرف الماريس. بس ماتور ميكر he didn't even make it to the first game. اكلها شالوا لا قبل شوي كنا لا قبل الحلقه اعتقد. صح. اي شفت انه he didn't make it. لحظه سوري ماتور ولا مثور الحين هذا؟ ماتور الاتحاد
اي هذا هو ما في واحد ثالث سيد هذا هو. لا هم 4 اخوان كلهم زين متور في- مجور مبور اللي كان بالسعوديه. اللي كان بالسعوديه شالوه. ايه ايش دعوه ايش السرعه يا جماعه تيك ايزي يمكن يطلع منه شيء زي توكل المباراه يا اخي. فل فل ولا خلاص. فلو فللوه فللو فللو فللوه. فللو على وزن فلفول. طيب هيدي نتائج اول ويك. اوكي Predictions. برودكشنز بريدكشنز تبع تاني ويك. ليك في شغله لازم نعملها، شو لازم يكون حقويه. شو بك؟ 1 0 0 حقاوي حقاوي مش حكماوي. حكماوي هيدي خالصه. حقاوي. لازم نزيد شوي ثقافتنا اللبنانيه في الكلام. يا جماعه سيد هادي بتفوز باول جوله. يس يعني 9 نقاط فارق على معلش سيد صح. هادي بيفوز باول جوله، محظوظ حظ الساده. بس للاسف مشاهدينا ما حدا فاز بالبريدكشن على انستغرام. انت تخيل لو كركت سكور انا بس كنت عم نبش على بليز حدا يحط حكمه 30، بليز حدا يحط حكمه 30. ما عم ليه. ما في ليك اول ما تنصاب جايب معي الكونفتي، افتحها هون. شنو يعني؟ كونفتي كنفتي الا اوكي إلا لا إيه. اوكي جايز فوكس، لازم تربحوا. عنا مصاري بدنا نعطيها، اربحوا بليز. كمين بنغنغ حاليا ما ادري تعرفون شنو شلون كلمه شنو بنغنغ. طريقة الدفع؟ طريقة الدفع شلون يستلمون الفلوس؟ لا لا في حدا بلبنان، في حدا بلبنان أوكي. بيسلموا المصاري ما أوكي، تعترم، حلو. كله مدبر. كله مدبر. إيه. قبل شوي كان عنده اتصالات انترنال الله لا يراويك. طيب خلينا هلا بنروح شوي على البلاير سبوت لايتس. بلاير سبوت لايت خلينا نشوف بس اوكي the player spotlight. ذا اكسبشنال ويك واز فور سيكويك صراحه، صح. انا عندي بلاير اوف ذا ويك. ونحن حكينا بهذا الموضوع ما رح نرجع نحكي مطولا فيه. الديسابوينتينج بلاير اوف ذا ويك ليدو في ليدو وفي جيريمي تايلر. Both of them let their teams down. أنا for me. يس Ricky having a very bad night وجيريمي تايلر being absent تقريبا 70% من الجيم. وعي بفترة معينة من الجيم، حط 4 or 5 consecutive baskets and that's it. تو مين ليدو المفروض فريقي يعني يفوز باريحيه شوي يعني بطل دبي. هلا ليدو بيندام أكتر من تايلر لأنه ليدو is surrounded by good players اللي هن Yes. بيساعدوه to look good. 100% اتفق وياك. انا مو ليدو ولا تايلر، انا 3 محترفين البيروت يصير اقولها عادي فيك. 3 محترفين حر. بيروت، 3 خلاص 3. وأنا إذا بدي زيد حدا بزيد أحمد، احمد ابراهيم. بس بنغض النظر شوي لأنه الفريق ربح فرق 30. أوكي بالعكس هاي المفروض ما تغض فيها البصر. ما بعرف، ان شاء الله نقدر نرجع نشوفه عم بيعطي الاداء اللي ناطرينه منه. والله ما اتوقع انا ليدو يعني كلش. لا سيد توني فارمر سوى في المباراه سوى شيء انا ما ادري. كارديو. شوف ما بيسوي، شوف ليدو انا بعيد لكم مره ثانيه. ليدو بيجي مباريات اذا استمر في الفريق بتجي مباريات بيسجل 20 25 28 ما عنده مشكله. بس بتجي مباريات نفس اللي لعبها في اخر المباراه بيسجل 12 11 9 يعني اكيد بتجي مباراه اللي بيحسسك انه هو الين ايفرسون. انكونسيستنت ما بيستمر على اداء ثابت مستحيل. واحد كتب لي كومنت على نزلت ما اتذكر شنو منزل بس شكله كان هايلايت حق ليدو ما اتذكر شنو كانت اللقطه، اعتقد كانت ستيب باك شي كذي. هاي ستايل لعبه. لا واحد كتب ليش ما سوى كذي ايام المحرق؟ سوى كذي يا ابن سوى لا المشكله هو شاف الهايلايت، شوف ايش كثر الهايلايت تخليك تحس بشيء ثاني. لا يا جماعه ليك احنا نجيب محترفين في البحرين على الهايلايتس وش تقول؟ شو تقول؟ لا تدش ديب. ما طيب. قلت لا شيء. دش ديب. ما قلت شيء كلها تخاف سعيد ما قلت انا شيء. ما اخاف بس اقول لك لا تدش ديب. هلا حنشوف قدامنا على الشاشه ولا التيم اوف ذا ويك. ها الحين الجمهور راح يشوف. الجمهور هو راح يشوف. اوكي تيم اوف ذا ويك. نحط التيم اوف ذا ويك. التيم اوف ذا ويك انا بالنسبه لي ذا بيكس يعني بين اي هاد ما ترددت ولا 1% نق اللي نقيتهم انزين صراحه. يعني عندك كريم زينون he played a very good game. يس عندك سيكويك سكويك رضوان محسومه. كاستيو محسومه. سيرجيو محسومه. رضوان صراحه بس يعني بينه وبين عمر كنت اي عمر جمال عمر جمال الدين
ها يعني قصدك يعني- هاي يعني هاي محتار- السبوت هاي السبوت محتار. محطوط حق نادي الحكمه تقصد هاي اللي انا فهمته يعني. اللي مين بدك تحط من الجيم تبع الشامبيون؟ لا انا بس اسال لا اعطينا الا انا بس اسال إلا. قاعد اسال سؤال. يس. اوكي لنكون لازم. واضحين أعتبر- لنكون واضحين كرايتيريا تيم اوف ذا ويك لازم يكون فريقك ربحان، لانه انت اذا عملت فيري جود جيم صح. فريقك خسر انت كبيت هالجيم بالزباله. اوكي بس انا عشان اطمن والجمهور يطمن يعني لازم نعطيهم الشفافيه. هلا يعني في كل اسبوع في جيم الفريق الربحان ما حيطلع له حدا، لانه اول شيء اتس 5 بلايرز، Yes. ثاني شيء مثلا بجيم الشانفيل ما كان في حدا مقنع اجري. صراحه يعني. صح انا وياك بس انا صراحه بحب، يعني انا بدي اعترف لكم بشغله. اعترف اعترف. انت شفت الوول بيبر الجديده؟ اوه السكه. مغير يا مغير جماعة. في الوالبيبر. شبه بينك وبينه ترى يا- كمان. لا شو حطينا وول بيبر خلص اوكي يا جماعه، هاي بس لتوثيق اللحظه. بس انت مغير الوول بيبر شيء رضوان اشوف مره السكه رضوان اشوف لا تبينت والله صدق يلا تصدق. جيم رياضي هذا الجوت هذا. وسنترال ان 30 minutes. اي لا اي اوكي عطهم الديسكليمر ترى ان احنا قاعدين نصور قبل إيه. المباراه. ايه نحن عم نصور باي ذا واي جايز قبل جيم ريكوردر. سنترال ضد رياضه. هلا رح نحط البريدكشن، بس هيدا ما رح تكون جيم اوف ذا ويك تبعنا اليوم. لا انا اخترت غير جيم اللي هي السكجول ما شفته صراحه خلينا بشوف. اللي هي انترانيك ضد ماريس. الماريس. إيه، انا بعد This is Clear. gonna be a very 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 nice game. ورح نرجع حتى انتونيا بيروت both were boring this week صراحه. يعني بنشوف ممكن نشوف جيم حلوه. طيب يلا نلعب لعبتنا نلعب لعبتنا حسين. حسين. حق الجيم 1-0. واحد ما عندي ايه مشكله. انتبه سيد هادي. سيد هادي. زين ليش انا ما تحطني سيد حسين؟ انت لانها تكتب خلص تعودوا عليك خلاص، حسين. حسين اوكي خلاص. اوكي انترانيك ماريست. اوكي اوكي اي ام طيب حسين مين عندك؟ انترانيك. دقيقه من الهوم كورت الترانيك لا ايه الترانيك. زين انترانيك شانفيل. انا بروح لتشانفيل فرق 5. سيد هادي. شانفيل 7. في واحد تلفونه مو هزاز هني من كمين رضوان. رضوان. انا يس انترانيك. اوكي سكويك. فرق واحده انترانيك فرق نقطه. خلص ما في لزوم قد إيه في فرق، ما انتم اثنيناتكم حاطين ماريس. اوكي رح اقول لك لا إياها. لا لا حبيبي لا 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 تسوي لنا حركات. ما هو لا ما تسوي- صابه. لا تسوي لنا حركات انه اوه طيب. ان انتم حاطين ثلاثكم انترانيك اي فرق اي 4 وطلوع. 4 وطلوع يعني 4 وفوق عرفت طلوع يعني فوق. اوكي هيدا للمصداقيه الاسبوع اللي طبعا جاي. طبعا المصداقيه. اوكي اوكي هذا الاسبوع اللي جاي. يلا زين نرجع لحلقتنا. جيم اوف ذا ويك دن. اوكي انا بالنسبه لإلي انترانيك منظمين، بينوا منظمين اكثر، Yes. محضرين اكثر. اوكي وعندهم ادفانتج انه هن اوريدي عندهم 3 اجانب، وهلا جابوا اجنبي جديد كمان اليوم؟ غيروا اجنبي، بينما الشانفيل ما Stable. سمعنا ولا شيء عن الاجنبي الثالث طبعا. بس أوكي. خوش اجنبي جابه. مين هن؟ لحظه لا انا خربطت سوري. لا خربطت. اي انا خربطت طيب هون تعودنا بالجيم اوف ذا ويك ناخذ راي اثنين من المشاهدين تبعنا، واليوم اخذنا راي رامي نصر الدين وراي محمد الغول. محمد الغول معروف صديقك. اسمه محمد الغول. صديقك. تنافس في الفيسبوك. معروف اسمه لا اسمع بقول لك تنافس في الفيسبوك. الحين انا قاعد ادش الفيسبوك حركات يعني اعرف شو اللي قاعد يصير. تنافس كميل ضد محمد لا الغول. لا 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 من اللي يجيب اخبار اكثر صح. كميل مع محمد الغول. محمد الخيي وما في شيء ابدا مش ضد بعض. لا لا مو ضد بعض لا 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 خليني خبرك خبريه إيه. تضحك. بالصيفيه كتير جربوا يسوقوا الخبريه انه ليك هذا بيجيب اخبار اسرع من هيدا وهذا بيجيب اخبار اكثر من هيدا، نفس وود وهن مش والشمس عارفين يعني. انه انا ومحمد يعني عن جد مثل الاخوه. فابدا ما عنا هيدا الشيء، بالعكس انا وياه هدفنا واحد ومعروف الهدف. هدفنا بس نطور شوي بهاللعبه، خلي الاشياء اللي بنشوفها برا بالان بي اي بنشوفها حتى بالفوتبول بيوروب بهول الريبورترز بالرومرز بالاخبار، خلي شوي بس نحس انه نحن قادرين كمان نتطور. وانا كمان عندي بس كم كومنت هلا رح اقطعهم سنس فتحنا الموضوع. وانا بتمنى الاتحاد اذا كان عم بيحضرنا
يتواصل معنا او يتواصل مع اي حدا من الجماهير، لانه عن جد الجمهور اوقات بيكون شايف اشياء من برا صحيح. الاتحاد ما بيكون شايفها. يعني انا بالنسبه لإلي هيدا يكون عندك الصحافه يقعد يلحق اللعيب على اللوكر ويلحقوا على السياره ويلحقوا على البيت ويعمل معه انترفيو. This is not professional. لا عندك كونفرنس روم، بريس كونفرنس روم، بري جيم، بوست جيم، خلص. يو هاف اللعبه وصلت للعالميه، لعبتنا وصلت للعالميه. You have to be professional in every aspect. One. Two, some rules need to be adjusted. I suggested على الفيسبوك جروب a few days back to have trades mid-season. ليش لا؟ كنا حنشوف تريد بين باسل حرفوش وكريستوف خليل. باسل حرفوش رفض التريد. هاي متى؟ هلا قبل ما يلعبوا اول جيم. اوكي. رفض التريد لانه ما بده يلعب بده يلعب مع هومنتمن، لانه بالنسبه له بيطلع له وقت اكثر. صحيح. which is حقه. هو اوريدي ذا حلو. اونلي بنش بلاير. بس حلو كتير نشوف تريدز بالبطوله. 100%. ليش لا؟ خصوصا الحين ما قاعد نشوف انتقالات لوكل في لبنان. صح. يعني ما بتشوف. ميد سيزن حتى يعني هيدا واحد. مو شرط تريد. هيدا اثنين. سوري. ثالث قانون انا بالنسبه لي لازم يتغير، قلتها وبرجع بقولها: الاجنبي بالفاينل فور، في حال انصاب الاجنبي بحق للفريق يغير. ما عندكم القانون؟ بعدنا على هالقانون ممنوع تغير اجنبي. انت اذا دافع $2,000,000 $2,500,000 و$3 مليون وجايب اجنبي $120,000 اللي هو هالرقم رح نوصل له هيدي السنه وحنذكر بعض، ويجي ينصاب عندك الاجنبي بالفاينل فور، انت شو عملت؟ كبيت الموسم تبعك بالزباله. بس ان انتم ما تاخذون على تقارير. اتذكر سيد هاي في لا، الحلقه ما في هاي في البحرين لا بس اقول انا اتذكر ان هذيك الحلقه تناقشون عن موضوع ان التقارير ما عندكم هالنوع. المفروض اللاعب ينعرض على طبيبين 3، واذا لاعب عنده اصابه المفروض الفريق اللي حق اذا يبون من النزاهه يعني تشوف اذا يبون من النزاهه يعني يسوون عياده مختصه حق الاتحاد نفسه وعياده للنادي. هاي احنا اللي نسوي في البحرين. في ضوابط، جهه معينه معتمده تبع الاتحاد يلجأ لها النادي في حال الاصابه، واذا في اصابه يتغير المحترف. بس شوف كمين انا عندي بوينت واحد ردا على نقطه البريس كونفرنس. انا من الاشخاص اللي ضد البريس كونفرنس تو بي اونست. ليش؟ بقول لك ليش. واجد اشياء. البريس كونفرنس اذا انت بتروحه انت ما عندك الفول فلكسبيتي ان انت تطرح اللي تبي على اللاعب اللي تبي. بمعنى البريس كونفرنس والله سيد هادي اليوم سجل 11 3 بوينت في هذه المباراه وفعلا سواها. ما يجيبون لك سيد هادي اللي هو مشتعل في البريس كونفرنس، يجيبون لك لاعب مبدل. فانت الهدف مالك سيد هادي. تعرف اذا انت سالت سيد هادي يعني تقدر تاخذ منه كل الاجوبه اللي خاصه في هاي المومنتم. فانا ضد فكره البريس كونفرنس قلبا وقالبا. يعني البريس كونفرنس اللي يسوونها فيبا في وصل انا ما اروحها. واجد اسباب عندي يعني ليش ما اروحها. واجد اسباب عندي لان صاير رسمي والاسئله بالضبط. حتى الاسئله تتكرر يعني. وغير هذا انت اصلا بتحس انه شنو. انت تشوف في اشياء بحكم ان انا اسوي الشغله اليوم، في اشياء انا ارتاح اكثر لما اشوف اللاعب 1 تو 1 واقدر اسولف وياه 1 تو 1 رادر دان ان انا اساله في البريس كونفرنس. بمعنى سيد هذا شنو رايك في مباراه اليوم؟ سيد هذا بيقول لي رايك كذي، ولكن صار في الوقت الفلاني هاي الطريقه، شنو ردك على هاي اللي صار؟ والله 1 2 3. في البريس كونفرنس سيد هادي شنو رايك بهذه اللقطه؟ خلاص خلص دوري. ممكن اعقب على النقطه. الحين مثلا البريس كونفرنس اللاعب مجبور تبع لوائح معينه قوانين معينه انه يروح البريس كونفرنس. لازم يروح. اذا ما يروح في فاين على الفريق، في فاين على اللاعب نفسه. اللي يقول السيد ان في المقابله الشخصيه دايركت اللاعب هو اوريدي موافق انه ياخذ المقابله وبيجاوب قناعه من داخله. على العكس في البريس كونفرنس قاعد نشوف في الان بي الحين كوتش جو مازولا يروح البريس كونفرنس بس يس بس عشان انه ما يحصل فاين، يجاوب اي جواب وخلاص. صح. فهاي البريس كونفرنس انا اتفق ويا السيد يعني جدا ممل بالنسبه لي. بعطيك واحده بعد كميل صارت في الان بي. بعطيك شيئين. ها الشيء الاولي كنا نقابل كريستيان براون لاعب دنفر ناجتس. 5 دقائق انا قاعد اسولف وياه اسئله واجوبه وشي فور فن ويا الكوتش مايك مالون. رحنا البريس كونفرنس. لازم انت تعرف ان اول شيء البريس كونفرنس راح ينعرض على الان بي اي.
دام ان احنا احنا في الميدل ايست فما عندنا نبيع، فبنقول احنا قاعدين نعرض على قناه فيبا، والقناه الفيبا راح تعطيها لمن؟ راح تعطيها للقنوات الرسميه اللي تعرض المباريات. فانت وجهك اصلا في القنوات ما راح يطلع بشكل ممتاز، لان انت لازم تسال سؤال فورمال، ما تقدر يعني. ما انا شوف، انا صراحه انا اقول لك انا من الاشخاص اللي لو شنو بتقول لي عن البريس كونفرنس انا بقول لك ضد البريس كونفرنس. اليوم في وصل زين، لما انت تسوي اكسس زين يقول لك يا طويل العمر انت ممنوع عليك تسوي اي شيء ثاني غير البريس كونفرنس تاخذ منها الاسئله من اللاعبين. انزين هذا واحده. من بتجيب لي اللاعبين؟ وكم لاعب راح تجيب لي؟ واحد. انزين هالواحد كم سؤال اقدر اساله؟ واحد. انا اشوف انا مع الفلكسبيليتي للاعلامي بكل النواحي، بس بجانب الادب. يعني لا تروح للاعب وتفلت عليه كلام غلط. مو كل واحد يقدر يسوي مقابلات، دشوا مع نظام برا. انا ما بذكر من هذا الجهه. انت تطلب اكسس اعلامي، سوري بطول على هالموضوع شوي. انت تطلب اكسس اعلامي كشخص يسوي مقابلات، انت عندك اول شيء يفتح لك اكسس حق البريس كونفرنس. حق البريس كونفرنس كحق مينيمم اوف 10 to 12 to 15 جيمز، شافوا اسئلتك تمام، هني يفتحون لك انذر اكسس ويتش ان انت تقدر تكون عندك فلكسبيليتي داخل الملعب ان انت تسوي مقابلات 10 15 مقابله. اوكي عقب يفتحون لك واحده زياده ان انت تروح للاعب اللوكر روم وكذي. انا اشوفها انها تترتب رادر دان ان انت تقول لي ممنوع. سوري انا مو ضدك في هذا الشيء، انا ما ادري شلون يصير عندكم في لبنان. نحن هون ثلاثه كرمال كل واحد يعطي رايه كرمال. شوف مره ثانيه انا ما ادري شلون يصير عندكم في لبنان. انزين بس انا قاعد اتكلم لك كشخص يبي ياخذ الفلكسبيتي، يبي يطلع الشيء اللي يبي. يعني احنا نعرف هنا في البحرين البريس كونفرنس من بروحه جرايد بس واسئله رسميه. ويمكن حتى واحده من الاسئله تتذكر كوتش لينوس هنا لو واحد من الجرايد البحرينيه قال له شنو ترد على الجمهور؟ المفروض هذا الكلام مو في بريس كونفرنس يطلع. صراحه انا اشوفها كذي، هاي من وجهه نظري. فمره ثانيه انا ما ادري شنو يصير عندكم في لبنان، بس هاي وجهه نظري. طيب نرجع لمحمد الغول ورامي. اوكي رامي بيقول انه انترانيك رح يربحوا الجيم، رح تكون قريبه وحتكون فيري تكنيكال وذا بيتر كوتش ويل وين. بس كريم عز الدين ممكن يكون التيرنينج بوينت اذا كان بنهاره. ومحمد بيقول 50 game turning point will be the defensive strategy from coach George and Sikwick will be the man of the match. انا اتفق وياهم اثنينهم. سيكويك راح يقدم بالجيم. انا اشوف سيكويك انه راح يكون له مستقبل كبير الموسم الجاي، مو هالموسم دام ان انت تقول ما يصير بيرجع الحكمه، ويمكن يرجع الحكمه. اذا رجع الحكمه بيكون شيء اكس فاكتور حق الحكمه. في سالفه الكوتشنج صح، اللي عنده كوتشنج افضل هو اللي راح يفوز. بس بس كريم عز الدين بيكون الاكس فاكتور. انا وي من اللي كان نقول عن الاكس فاكتور رامي. انا ويا رامي. وتحيه حق رامي، وتحيه حق محمد الغول، وتحيه حق كميل. بس حطوا في بالكم لا تسوون لكم عداوات، لان هنا في البحرين اذا انت تنقل اخبار الفرق ترى تصير لك عداوات وتصير لك حملات. شكلك عم تعاني. انا مسوي لي حمله ريبورت مسوي علشان طيب. بس انقل اخبار. نقينا الهيد تو هيد لهذا الجيم. انا بالنسبه لي اتس فيري انترستينج هيد تو هيد عم نشوفها قدامنا على الشاشه. سيكويك versus زامبا. راين زامبا coming from the NCAA. Very promising. Sikwick had a very good game. Also very promising. Both at the same position. Both عليهم pressure إنه لازم يبينوا. This is their time. So I don't think أنت حاضر راين زامبا قبل. لا انا شفت المباراه. أوكي. بس البوتنشل اللي انا اشوفه حق سيكويك اعلى بكثير صراحه. يعني مره ثانيه قال لك سيد هادي انت علشان تدش مباراه وتسوي فيها هاي الارقام بلس زياده عليها ان انت تكون اولموست تريبل دبل وكوادربل دبل وسبعه ستيل 3 ستيل اوي. ترى هاي الارقام صعبه، سواء مباراه سهله ولا مباراه صعبه بغض النظر هاي الارقام صعبه. فانا اشوف السيلينج والبوتنشل وكل شيء حق سيكويك هو اعلى. واحس
واحس بنشوف مباراه حلوه صراحه. هاي اجري مباراة حلوة اكيد ننتظرها. طيب حيكون عنا فقرة بلاير اوف ذا ويك، ولكن بالمقابل حيكون عنا حدا عم بيزعل منا كل اسبوع لانه حيكون الفلوب اوف ذا ويك. فلوب اوف ذا ويك هالاسبوع اول شيء تضامن. حنشوف قدامنا البلاير اوف ذا ويك على تضامن. الشاشة اللي هو انيوري كاستيو 48 بوينتس. يستاهل بيستاهل. يستاهل. 48 points 9 rebounds 5 assists 9 from 12 على 3 points. كريدت اول شيء للكوتش بول كافتر، ثاني شيء للايجنت اللي قدر جابه على لبنان من الايجنت صراحه جاد سعاده. اوه معروف. تحيه كبيره صديق- حق صديق الكابتن السيد. جاد سعاده، صديق تحيه السيد. كبيره. والفلوب اوف ذا ويك لهذا الاسبوع كمان عم نشوفها على الشاشه قدامنا، يعني مو شيء غريب، ما في شيء نحكي عنه. مو شيء غريب. بس كميل يصير ندخل في البلاير اوف ذا ويك نخلي رانر اب انه يكون او الاونربل منشن، فينا لان الاونربل منشن انا ما ابي يضيع حق سيكويك بهاي الدرجه. هذا هو قلنا الاكسبشنال أنا- ويك، إيه. قلنا هو هاد ان اكسبشنال ويك، هو كان سيكويك. او نفصل اللوكل عن الاجانب. لا ما يصير. ما يصير انزين أنا على بالنسبة لي الاقل ما يصير. خلينا نسوي فينا رانر اب. نحط لوكال بلاير اوف ذا إيه، ويك ممكن. وفورين إيه. بلاير اوف ذا ويك. اوكي اتشي اوكي خلاص، بس لان حرام. بلاير اوف ذا ويك شي خاليه تشيل الاجانب لا. إيه، اوكي حدد. بس انا من شيء قاعد لك يا نحط رانر اب، لان اللي سواه سيكويك في المباراه اللي فاتت ترى لحد الحين انا اقول لكم شيء مو هين. خلص ولكن احنا ما اعطينا حق الرياضي. انا متضايق ان الحلقه كامل يعني قاعده وان سايد تمر. جيم سيد. مو قاعد نعطي حق اللاعبين الرياضي. ليه ما عم نعطي حق؟ ما حكينا اول جيم استمتعت بالتو دانكس ولا لا؟ استمتعت بالتو واو، دانكس التو ولا لا؟ دانكس. كثير حلوه. بس كتير حلو. طب شو بدي اقول لك؟ بوينت جارد. طب شو بدي اقول لك؟ لا انا اقول لك بوينت استمتعت. جارد كم طوله؟ 193. لا اوكي اي 193. بس اهم شيء انت مستمتع، اكيد لان راح تشوفها كثير. رح نشوفها بيست كثير. اوف 7 ولا الفاينل الحين ولا بيست اوف 5 ولا شنو النظام؟ شو هو؟ الفاينلز بس اوف 7. بس اوف 7 بيست اوف 7. يعني من البيست اوف 7 يمكن تشوفها في 6 مباريات اذا بتخلص 4-2. اي بتشوفها واجد. إيه. ممكن اذا وصلتوا على الفاينل. ترتيب بطولة لبنان من هاي السنة. لحظه سوري، من اذا وصل للفاينل الحكم الرياضي؟ الرياضة. ترتيب بطولة لبنان هيدي السنة لهلا اول راوند الرياضة بالصدارة، الحكمة تانيين ماريس عم نشوفها قدامنا اكيد، انترانيك، ميروبا، بيروت. 6 فرق 6 انتصارات، الفرق بيناتهم هو البوينتس، كل حدا قديش مفوت، كل حدا قديش فايت فيه سلات. بيرجع عندك هوب سامنت من انتوناين، ان اس اي سنترال وتضامن حراجي اللي هن خسروا اول جيم لهم بهذا الاسبوع. ننتقل للفقرة ما قبل الأخيرة اللي هي حيكون عنا starting next week guest. هذا الجست حنشوفه هلا على الشاشة، كوتش مروان خليل. كوتش مروان خليل فايز بالفيدريشنز كاب، the first ever فيدريشنز كاب، وراح يكون البوست تبعه موجود على لبنيز سيدرز باسكتبول جروب على الفيسبوك. رح نحط اللينك نحن عنا على الانستغرام. اوكي. You can join the group. رح يكون البوست تبع الكوتش pinned على الجروب، حتلاقوه دغري فوق. اوكي. حينحطوا الجروب members their comments. Coach Marwan will pick 5 comments. He will answer on the 5 and then he will choose the best comment and give away something from his own. Maybe a coaching shirt, maybe a championship shirt. تحيه حق كابتن مروان، والكابتن مروان انا لعب ضده. لعب ضده؟ لعب ضده وقتها كان هو بالمنامة إيه، هون. لعب ضده. ترى اسطوره. مين ربح؟ اكيد من اكيد من ما يدري السلام. شوف هذا الصح. لعب ضد كريم عز الدين بعد. لعب ضد صح، لعب ضد كريم عز الدين بعد. انت لعبت. اي انا لعب. اي هو لعب. فكرة تحيه للكوتش مروان خليل. تحية لكوتش مروان وثانك يو لانه مبروك. عن جد يعني اول ما حكيته ما تردد دغري قال لي تكرم عينك وما في مشكل. هذا الاعلام الحر. هذا الاعلام الحر. تحيه لكل من يوافق انه يتماشى مع الاعلام الحر. وشكرا. تفضل. الفقرة الأخيرة اللي هي راوند 2. نحن هلا عم نصور، بعد 5 دقائق رح تبدا جيم بليز سنترال رياضي. بليز كميل خلنا على استمتع السريع. بسرعه خلنا استمتع. وينر اول جيم سنترال رياضي. وينر رياضي. رياضي. اوكي. انتوناين بيروت. انتظر لا تروح سريع انتظر. بيروت. انتظر انت وين الجدول ضيعته؟ حسين انتوناين بيروت. بيروت بسبب اللوكلز. بيروت بسبب اللوكلز. ماريست. انتوناين بيروت صعب شوي. في يقول 50-50.
لا وما- اختار لا اختار بيك سايد هيك، روح. بيك سايد. يمكن خبره كوتش جاد الحج رح تلعب دور ويفوز. بيروت يعني. لوكال جاد احسن مليون مره من لوكال انتونيه. انترانيك ماريس انا اوريدي توقعت الانترانيك. توقعنا ميروبا تضامن. ميروبا. ميروبا اكيد. انا سي هومنتمن. أنا سي. هومنتمن والقدوي. انس اي. هومنتمن. انا اشوف وياك هومنتمن. هم. انس اي. هوبس حكمه. بتكون كلوز جيم. حكمه. ايه تفضل كفي زين. خبرنا اكثر. وبتكون كلوز جيم بعد مره ثانيه. طيب تفضل كمان. بس بنشوف جيم ثاني من عمر جمال الدين above 20 بوينتس. واعتقد هي بتكون شوي صعبه ولكن فوز بيكون بالموت حق الحكمه. ليك مش من قلبه يعني عم بيقولها ومش عم تطلع معه يعني عم بيماطل فيه يعني. شو بدي احكي الحكمه. قال اعطي رايي قلت لك منك لجمهور الحكمه اخر الموسم انا ما دخلنا. انا كنت حط علي الكاميرا. انا بعدين بحط على روح الكاميرا. بن سيمنز بيروح كليبرز يا جماعه. جاوب قلب مين؟ لجمهور بن سيمنز بيروح كليبرز. لجمهور الحكمه بن سيمنز ولجمهور بيروح كليبرز. للاسف كتبوا في ميامي. لجمهور الحكمه لجمهور الرياضي لجمهور بيروت للكوتشز. بس يصير اقول شيء قبل لا انت تختم تفضل. لان يبين انت بتخلص. جماعه الخير اتمنى من كل قلبي ان بعد اسبوعين راح يلعب المنتخب اللبناني ضد المنتخب البحريني هنا في البحرين. اتمنى من كل شخص لبناني موجود في البحرين يشرفنا ونشوفه في المباراة مرة ثانية. يشرفنا وان احنا نشوفه في المباراة. والاسبوع اللي قبله هالويكند اللي بيجي راح تكون بطولة الدوحة في قطر بين 4 منتخبات وان شاء الله راح نكون موجودين. هم نتمنى نشوف الصالة باكت من كل قلبنا هاي الكلام. و ترى اللي يصير في الحلقة ترى ما عليكم مني بالعكس كل التوفيق لكل الفرق. وانا احب اتشاقة ويا اتشاقة هذه عراقية لا هاي مو لبنانية. شنو اتشاقة؟ شارع. لا مو شارع. صح لا شارع لا. شريعه شنو شريعة يعني ارجيومنت. argument. لا انا ابي نتمازح. شنو نتمازح؟ نمزح. انتم نفس الشيء نفس الفيرجن. نمزح مع بعض اوكي بعد سويت هي لها كلمه ثانيه بس ما بتنقال هلا. ليش ما تنقال؟ خلص ما بتنقال. زين قولها بعدين بقصها في لا ما بتنقال. ما تنقال. زين فكل الحب للجميع. وباي ذا واي هالكلام بعد لك كميل. شفت فيري جريت فيدباك من عندكم. تحيه لكم خاصه انا بالنيابه عني بالنيابه عن سيد هادي وبني. كل الشكر على كل الدعم في كل مكان. صراحة كل الأفكار اللي أنتم تشوفونها في حلقة اليوم والحلقة اللي فاتت واللي قبلها من كميل big respect. big love. وانا بدي اختم بخبرين. شنو الخبرين؟ كوتش او تو جداد نسمع عنهم هذا الاسبوع. اوه وممكن Big four. نسمع Top four 3 teams. نيو امبورتس عنا بالليج هذا الاسبوع. وتصبحوا على خير. لا دقيقة قبل لا تصح على خير. في واحد بدش وياكم الساحة مو بس أنت ومحمد الغول يعني واخذين الساحة على كيفكم في مين؟ لبنان. في واحد بحريني بدش وياكم. عندي خبرية بعد. تفضل. تفضل. جو الخبرية. تفضل. بس ما بعطيكم الخبرية الثانية بعطيكم بس خبرية واحدة لليوم. الحكمة يفاوض 3 لاعبين. ليه هن؟ اختار بين 3 لاعبين ليه هن؟ تعرفهم. حسن طيب. وايتسايد. تاكو فول وتاكو رفض فول. يجي على المنطقة حاليا وطالب 70,000 بالشهر. منيح. حسان وايتسايد ايه يعني عشوائي بده بس حدا يحمله بعد ليجي. متطلباته كتير عالية. مين الثالث؟ من كانت صارت نسيت انا بعد نسيت تصدق. دوايت هاورد. دوايت ما في محكمة مع دوايت هاورد نهائيا. هيدا لا خدها انا منه. سمعت انه في ما في محكمة نهائيا مع دوايت في هاورد. محكمة. دوايت هاورد منه انترستد يجي على لبنان من سنة الماضية. ما رح تزبط ولا رح تزبط. مصدر اللبناني بيقول مو كميل ولا محمد الغول عم بيقول ترقبوا المفاجآت. لا مفاجآت مصرية كلامنا دلوقتي. طيب بدك انا اعطيك مفاجأة؟ ايه عطنا. خليك صريح يا الجمهور كميل تقول تكلم. بدك اعطيك ايه اياها؟ عطنا. جمعة الجاي. يا حبيبي جماعة الجاي انا في الدوحة. جماعة قول. الجاي. لا قول. لا قول خلصنا. تصبحوا على خير وبنشوفكم جمعة الجاي. Peace out guys. Peace out.